السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على الجميع. عندنا الكورفت هذا شفروليه كورفت 1984. طبعا الشكل هذا من كورفت، تعرفين كورفت بدأت 53 الجيل الأول من 53 حتى تقريبا 61 62، بعدين جاء الجيل الثاني حتى 67 68 حتى 74 الجيل الثالث. هذا تعتبر الجيل الرابع. كورفت ماكينة تجي 8 سلندر، طبعا بطاقة جمركية يا اخوان، يعني وصلت السعودية 2020. طبعا سيارة جميلة، في ملاحظات في الصبغ، واقف عند المالك عمل لها صيانة يعني، لكن بحكم الوقفة ممكن يحتاج لها بعض التشيك، بعض الملاحظات في الصبغ. طبعا السيارة اللي بيسأل ما زالت بطاقة جمركية يا اخوان. ملاحظات في الدركسون عندكم هناك، عندكم الطبلون، الملاحظة هذه بالنص. كشكل كستايل كماكينة الحجم الكبير 5.7 5.7 يا اخوان. عندكم بما ان الانارة شغالة في سنسر المالك غيره، يجي جهة الجلنطة والامرجنسي بريك هو اللي معلق. طبعا المساحات من هنا يا اخوان، تخيلوا القزاز من هنا، وهذا القزاز اللي هنا. طبعا فيها مكيف، لكن يحتاج فريون او يعني لازم في دفع هواء كويس، بس ما في تبريد، مرات يفصل، فممكن الكمبرسور او ثلاجة. افتح لكم هذه بس لها طريقة من هنا. سوق السيارة لكم معنا. هذا الفيديو بالكامل يا اخوان. وهنا الكورفت يا شباب ال 84. عندكم الحكة هذه في الصدام الامامي، هنا اسفل السيارة، اسفل الصدام، منزل اسفل. ارضية السيارة ما شاء الله نظيفة وسليمة. المالك مغير مساعدات. عندكم فيه ترشيح في الكارتر الجير، صوفة الماكينة الخلفية في تهريب بسيط، لكن السيارة ما فيها قص أو لحام في الشاصي. أرضية سليمة زي ما انتم شايفين. عندكم الأرضية فيها ملاحظة هنا، لكن بشكل عام طبعا السيارة الدول اكزوست اللي هو شكمانين. عندكم عد 1 بايب يطلع 1 2. السيارة زي ما ذكرنا لكم يا اخوان، احد السيارات اللي استوردناها 2020.
أول السنة أحد العملاء، وعمل لها صيانة وراح نذكر لكم الصيانة في الوصف إن شاء الله. لكن بحكم الوقفة أكيد يحتاج، تعرف السيارات لما توقف تشيك بعض الأمور. وأي سؤال أي استفسار حياكم الله.